ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفته حلوه قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. مش هقول لكم بطريقه الحاتي لان دي مش بطريقه الحاتي، احنا نزلنا طريقه الحاتي قبل كده، انما دي كفته بلدي حلوه قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف عملناها ازاي وطلعناها جوسي كده ازاي واخدت اللون الجميل ده ازاي، ما عملناهاش في الفرن ولا حاجه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا زي ما انتم شايفين، معايا كزبره متقطعه او بقدونس، الاتنين يمشوا، ومعايا 100 جرام من الدهن المفروم، معايا بصلايه حلوه كبيره كده مفرومه، معايا فصين من الثوم، ومعايا معلقه من الفلفل الاحمر المفروم. انا طبعا الفلفل الاحمر المفروم بفرمه واشيله في الفريزر، فمطلعه زي ما انتم شايفين حوالي معلقه كبيره. انا فرمه دهنه لان اللحمه عندي حمرا خالص. تمام. هجيب معايا بقى نص كيلو من اللحمه المفروم، هنزل عليه زي ما قلت بصلايه كبيره مفرومه، 100 جرام من الدهنه او اللي هي مفرومه على حسب الطعم اللي انتوا بتحبوه، وكمان شويه كده من الكزبره او البقدونس، الاتنين شغالين، وفصين الثوم، وعلى من هريسه الفلفل الاحمر. هضيف بقى زي ما انتم شايفين ملح وفلفل اسود، عشان في تريكه هنا، بصوا هتودي الكفتة بتاعتك في حتة تانية خالص. ضفت كمان ربع معلقة صغيرة من الكبابة الصيني او البهار الحلو، بتبقى حلوة قوي قوي مع الكفتة، والرشة من جوز الطيب. انا ما بحطش غير البهارات دي مع لحمة الكفتة عشان ببقى عايزة استطعم طعم اللحمة. معلقة هنا بقى مهمة وتركة حلوة قوي، معلقة العسل اللي احنا هنضيفها دي هتفرق جدا جدا في طعم الكفتة وشكلها. عايزه اقولك ان هي بتخلي الكفتايه جوسي قوي وطعمها رهيب بجد، جربيها. تفضل الكفتايه ماسكه نفسها وتحسها بقى ايه، حلوه كده زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. ضفت كمان معلقتين كبار من البقسماط الناعم، بس كده مش محتاجه اضيف اي حاجه غير كده. لو انت مش حابه تضيفي العسل استغنى عنه، بس جربيها هتحسي بطعم كفته خطير بجد. معلقه واحده كفايه قوي على الكميه دي، مع بهاراتك بقى وملحك وفلفلك، وابتدي عجين الكفتة بتاعتك كويس قوي عشان تسمغ مع بعضها. بعد كده باخد الكفتة بتاعتي وابتدي اصبحها زي ما انتوا شايفين. انا دايما بصبع على ظهر معلقة كده، او على سيخ، او على خليط شيش طاووق حسب المتوفر. هصبحها كلها واحطها في الصينية او الجريلا بتاعتي كده زي ما شايفين، اي حاجة هتمشي. مش لازم يعني يكون عندك جريلا، عشان في ناس ممكن تقولك انا ما عنديش الجريلا، اكمل تسوية ازاي؟ نص كيلو عمل معايا كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. اخدتها بقى على النار زي ما انتوا شايفين على نار عالية. ضفت بقى عليها ايه، انا بسويها كده زي ما انتوا شايفين، بحط معلقتين كبار من الدهنة وبغطي، بسيبها بقى لحد ما تتشوح ولونها يتغير كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلبها على الجنب التاني. بغطي بالغطا عشان البخار لما يطلع يسوي من فوق، ما تبقاش استوت من تحت بس، من عند النار من تحت بس، ومن فوق تحس ان اللحمة حمرا زي ما هي. تمام. بعد 5 دقايق بلاقيها نزلت ميتها ونشفت، ببتدي ان انا اقلبها كده زي ما انتم شايفين. ما تخافوش، هي متحرقتش ولا حاجه، هو ده اللون المظبوط. بفضل سايباها لحد ما بتوصل معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. قلبتها وغطيتها كمان مره وسبتها. بعد كده لما بتنشف تمام بقى واديها تحريكه في الطاسه في الدهون اللي نزلت، بضيف عليها زي ما شايفين ربع كوبايه من الميه السخنه، وبغطي وبسيبها وبكون مهديه النار عليها عشان اتاكد من سوى اللحمه كويس قوي. الكفته يا جماعه برضو لحمه، لازم تتاكدوا من سواها. مش معنى ان هي اتشوحت ولونها اتغير وخلاص احمرت معايا ان هي استوت. تمام. فبضيف ربع كوبايه من الميه السخنه وبغطي الصينيه واسيبها على نار هاديه لحد ما تكمل سواها، وبعدين زي ما انتوا شايفين برفع الغطا وابتدي ان انا ادحرجها كده زي ما انتوا شايفين في الدهون اللي نزلت فيها. بتفضل بقى تكمل تحمير وما بطفيش عليها على طول، بفضل ادحرج فيها كده شويه لحد ما احس انها نشفت تماما مفيهاش اي سوائل. بكون مولعه على قطع من الفحم كده لو انت حابه بطعم الفحم، عشان في ناس تقولك لا ما بحبش طعم الفحم في الاكل. تمام. بجيب الفحمايه بتاعتي واطفي النار وانزل بيها في الدهون دي عشان تطلع كل الدخان، وبعدين بقدمها بالشكل الجميل اللي انت شايفينه. ببقى رصها في طبق وحاطه طحينه في النص، وعامله جنبيها سلطه خضراء وعيش، يا اما لو عامله بقى رز خلطه او شعريه حسب ما بتحبوا تاكلوا الكفته ازاي. شايفين صباع الكفته ما شاء الله تبارك الله مكشش قوي، حتى لو كش هو نزل الدهون الزياده اللي كانت جواه، لكن الكفتايه نفسها ما شاء الله حجمها حلو.
متماسكة زي ما انتم شايفين، جوسي وطرية من جوه ومتحمرة من بره كأنها كانت في الفرن بالظبط. ريحة وطعم مختلف تماما. جربوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. عن تجربة حلوة قوي، طعم العسل مش باين بس تحسوا ان طعمها مختلف جدا وطعمها حلو قوي. هنا كانت بنوتي عايزة تدوق بقى، بقولها قوليلي ايه رأيك، تقولي حطيها في الطحينة. بصوا جوسي ازاي، بوريكم شكلها ان هي جوسي من جوه ما شاء الله تبارك الله، وطريه كده مش ناشفه مقدده وبيتشد. جربوها تعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو متنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. دمتم في رعايه الله، ان شاء الله ننزل وصفات كتير تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.